بقول لك ايه، ما تيجي نشوف الخناقه اللي دايره بين دورين ييتس وتوم بلات. Nothing's like squats. You can do leg presses, but why? Why do a movement that looks good, but it produces hardly any results? I mean, there's a reason people don't squat. It's hard. It's hard. Forget about leg extensions. Nobody gets big legs from leg extensions. بيتكلم توم بلاتس الاب الروحي للكواتس عن فوائد السكوات، وبيقول لك ان انت لو مش بتمرن سكوات فانت مش هتعمل الكواتس العظيمه. نو بين نو جين. وبيتمرن عن فكره السكوات انك تتمرن 50 عده و40 عده وانك تنزل فور رينج اوف موشن. هو الراجل ده بيقدس السكوات بتاعه. ذا جاد فاذر اوف كواتس، يعني الاب الروحي لعضلات الكواتس او العضلات الاماميه. فبالنسبه له اللي مش بيتمرن سكوات هو مش بيتمرن. تعالى بقى نشوف الرد You بتاع can't get دورين. legs without squatting. So everybody will squat. Nobody uses the leg presses like that. Nobody. It's for the girls only. Yeah. But I got injured squatting. So then I have a problem with the squats because it's irritating my injury. So I have to try something else. I did squats with a Smith machine. I did squats on a hack squat. And it didn't irritate my injury. And my legs got bigger. So that was my answer. Tom Platz is correct for Tom Platz. For him, the barbell squats is the best thing because of his structure. And because when he squats, his short is a short range and he doesn't need to lean forward and activate the glutes and the spine and everything more. So that was the answer of my analysis. I tried one thing, I tried another thing, and the other thing worked better, so I kept it. بعد ما شفنا الرد بتاع الراجل بصراحة رده مقنع وجميل جدا، خصوصا ان هو بيدي ايه، عارف انت، بيدي هنتات كده اللي هو اتمرن، هو حلو ليك انت عشان انت قصير وبتاع. باي ذا واي دورين ييتس هو 6 مستر اولمبيا، اخدها 6 مرات، ولكن الفترة دي بدأ يهتم بشكل العلم شوية. هو قال لك ان السكوات حلو للناس ووحش للناس. بيقول لك ان هو مناسب للبنية الجسدية، البادي ستراكشر بتاع توم بليتس، عشان كده بيقدر يجيب الفورنج اوف موشن من غير ما يلين فورورد، يعني ما يطلع بجسمه قدام، لان هو القامة بتاعته قصيرة، فبيقدر ينزل بشكل مستقيم عشان يركز على الكواتس بتاعته. لكن لو انت شخص طولك فوق ال 180، لما بتيجي تتمرن سكوات بتلين فورورد، فبتبدا تشغل الجلوتس والهامسترنج، فبيبدا يبقى فيه بريشر عالي جدا على اللور باك. والراجل بيتكلم بيقول انا كنت بتمرن سكوات وحصل لي مشكله في فقرات الظهر وحصل له مشكله في الغضاريف، وبدا يبدل السكوات بليك بريس او بيتمرن هاك سكوات اللي هو تاثيره بيكون قليل جدا على اللور باك، ونفس الوقت الافكت بتاعه اصلا نفس تاثير السكوات ويمكن احسن. وجهه نظري كلام دورين ييتس صحيح 100%، وانا شخصيا مريت بتجربه بالسكوات، مع ان برضو يعني من نوعيات توم بليتس شويه، ولكن السكوات كان صعب جدا وبيحط بريشر عالي جدا على اسفل الظهر، وبدلته بليك بريس وبدلته بليك اكستنشن وهاك سكوات، وبرضو عملت فورمه كويسه جدا. مش شرط